الطبيعي إن تكون اللافتات والواجهات على أي محل تجاري عنوان جميل وبسيط للمكان، تعبر بكل سهولة عن نشاطه، محتوياته، نوعية بضاعته اللي بيعرضها على المتسوق، بطريقة يسهل عليه اختيار المكان اللي يلبي احتياجاته بشكل سريع بدون عناء أو تعب. لكن الملفت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة مع زيادة عدد الدكاكين والمحلات التجارية والاعتماد على الترجمة الجوجلية المعربة، انتشار نماذج لأسماء محلات ولافتات ما لها أي علاقة بنشاط المحل نفسه، لا من حيث الشكل ولا حتى المضمون. محلات للبيع الإلكترونيات لكنها تبيع ملابس جاهزة، ومحل الحلاقة والتجميل لكنه في الواقع يعرض ساعات للبيع، وغيرها كثير من هاي الشاكلة. هالظاهرة اللي صارت منتشرة بشكل ملحوظ في أسواقنا، واللي صارت محط سخرية وفتحت المجال لإطلاق النكت بين مرتادي المحلات التجارية وحتى السياح، مشكلة تتكرر بالرغم من قوانين إلزامية تجديد السجل التجاري وحملات المراقبة والتفتيش اللي تقوم بها الجهات المعنية بشكل دوري ومستمر.